مفاجأة، عنصر مفاجأة قوي ان احنا نشوف تامر حسني ورامي صبري مع بعض في عمل واحد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على الديو المنتظر تامر حسني ورامي صبري، اغنية فعلا ما بتنسيش، والفيديو كليب لسه زي كده ولا حبة حلوين. يلا بينا. اغنيه وفيديو كليب فعلا ما بيتنسيش، تامر حسني ورامي صبري، لسه نازله بقى لها حبه حلوين. لكم رايي في الاغنيه وفي الفيديو كليب. كلمات عمرو تيام والحان شادي حسن، ومن توزيع طارق توكل. فريق عمل جديد جدا على تامر حسني، واول مره يتعاون مع تامر حسني في اغنيه. عجبني في تامر ان هو راح لمنطقه رامي صبري، مش هو اللي عكس، يعني هو ما جابش رامي صبري في منطقته، لا هو راح لمنطقه رامي صبري. فريق العمل الاغنيه هو اللي بيشتغل مع رامي صبري اصلا. فكره ان احنا نشوف اتنين نجوم كبار في الوطن العربي نشوفهم مع بعض في فيديو واحد مشترك مع بعض ويعملوا فيديو كليب، فكره قويه جدا، وشايف ان هي فكره هتفتح مجال كتير قدام ان احنا نشوف مطربين كتير بيعملوا مع بعض كده. تامر طبعا معروف عنه من زمان ان هو اكتر مطرب بيعمل ديو مع اكتريه المطربين، الوحيد تقريبا اللي عامل ديو مع فنانين كتير جدا. لو انا قعدت اقول اسمهم من هنا لبكره مش هنخلص. تامر صوته قوي، تامر اداؤه كان كويس، محتاج ان تامر اداؤه يبقى اقوى شويه كمان. شايف ان رامي صبري كان اداؤه رائع في الاغنيه. بحب تامر جدا وبحب رامي صبري، وهم فنانين كبار. انتوا عارفيني بتكلم معاكم بصراحه، لما اشوف حاجه مش عجباني او ممكن تكون مش احسن حاجه بقول، فده لازم تبقوا انتوا عارفينه. ساب حبيبته، ندمان ان هو نفسه يرجع لها، وهو دلوقتي ندمان وبيندم على كل حاجه حصلت، وان هو نفسه يرجع تاني مش هيعرف، وخلاص فات الاوان. شايف ان هي فكره قويه ولايقه على تامر ورامي صبري جدا. دي موفق، موضوع كان في اختيار مناسب. خدوا بالكم من حاجه، مش عارف مين صاحب الفكره، اي واحد فيهم ان هم يعملوا اغنيه تاخد الطابع الدرامي، فكره ممتازه نشوفها ونستمتع بيها. وانتوا يا جماعه لما تسمعوا الاغنيه هتتسلطنوا، صدقوني انتوا بتسمعوا الاغنيه وتشوفوا الكلام ده هتعرفوا الاغنيه معموله بشكل احترافي. التوزيع كان خرافي جدا في الاغنيه، معموله بشكل قوي. الالحان كانت واخده عضلاتها ومتينه، عامله شغل رهيب في الاغنيه. رامي صبري صوته انتوا عارفين قوي جدا، تامر صوت قوي. رامي صبري انا شايف ان هو كان واخد المساحه بتاعته اكتر شويه من تامر في الاغنيه. بالنسبه لي انا شايف ان الاغنيه كفيديو كليب تامر عمل حركه ذكيه جدا، هو المخرج بتاع الفيديو كليب. اخد رامي صبري عمل منه ممثل. دي فكره عجبتني جدا، ان هو طلع احسن ما فيه كتمثيل. انتوا حتى هتلاحظوا الكلام ده، انتوا لما تتفرجوا هتاخدوا بالكم اللي بقول لكم عليه. راجعوا فيديوهات الكليبات بتاعته قبل كده تلاقوا الاداء مختلف، الاداء عالي من رامي صبري في التمثيل. تامر عرف يطلع منه الحته دي كويس، ان هو ممثل شاطر جدا وبارع في الحته دي. ذكاء من تامر ان هو اللي يخرج الفيديو كليب، عرف يطلع من رامي صبري ممثل. انا كنت قاعد بتفرج عليه كانه ممثل زيه زي تامر حسني بالظبط. عمل تطور كويس جدا في الفيديو كليب، والتصوير والكادرات كانت متصوره كويس. يحضنها ولا يجي يقرب منها تختفي، يراجع اللحظه القديمه باللحظه الحاليه، ان هو بيتخيل ان هي لسه معاه. فدي فكره كويسه من تامر، بيطور من نفسه على طول في الافلام في الاغاني. تامر اول مره يشتغل مع الناس دي، واتمنى ان هو يركز جدا ويتعاون معاهم بعد كده هو في الاغاني اللي جايه، ان دول اسماء تقيله. طارق توكل موزع كبير يا جماعه مش قليل، شادي حسن من الملحنين المميزين، عمرو تيام كلماته بتبقى حلوه وبيعمل قصص. تحيه لفريق العمل، تحيه كبيره جدا، شابوه كبيره ليكم. الفيديو كليب كان متصور بطريقه حلوه، وشايف ان انا دخلت في المود الحزين والدراما وعشت القصه كأن انا اللي فيها بالظبط. عرف يوصل للمشاهد حاله الاغنيه دي. بقى الميزه اللي في تامر، بيدخل في اخراج الفيديو كليب. يا تامر كان مخرج فيديو كليب، مخرج قوي، عمل كذا كليب لنفسه وكلهم كليبات كانت ناجحه ومكسره الدنيا. ده مش هيقل حاجه عن مستوى الكليبات اللي هو اخرجها قبل كده. الاغنيه انا شايف ان تقييمي ليها 9 من 10. اغنيه متكامله، ديو نازل السنه دي بتقله وهينجح وهيعمل شغل قوي جدا يا جماعه. انا لما سمعت الاغنيه عشت في الحاله ودخلت في المود، وحسيت ان انا كاني لسه سايب حبيبتي امبارح وانا ولا اي حاجه. لما تيجي تسمع الاغنيه وتدخل في المود وفي التفاصيل وتتفرج كمان على الفيديو كليب هتعيش الحاله جدا، هتتسلطن. انت بتيجي تسمع الاغنيه دي في سلطنه تروق عليك في الاغنيه. واخد توزيع كويس، واخد كلمات معموله بشكل محترم. شايف ان اللحن كان قوي جدا في الاغنيه وكان مسيطر بشكل كبير. كان نفسي ان يكون تامر اداؤه اقوى من كده في الاغنيه شويه. تامر احساسه عالي جدا واداؤه كان عاجبني جدا في الاغنيه، ان هو اداؤه كان المفروض يطلع افضل من كده شويه. تصوير، اختيار الموديل كان موفق جدا،
اختيار الموديل كان كويس قوي، الروح كانت حلوه ما بينهم هما الاثنين، رامي صبري وتامر حسني في ما بينهم كيمياء رهيبه. فالموضوع ده هيعمل صدى كبير جدا كويس وايجابي ما تخطرش على البال ان انت تشوف رامي صبري وتامر حسني في عمل واحد، زي حماقي مثلا وعمرو دياب، او حماقي وتامر، او حماقي ورامي صبري. مش هتفرق مين المطرب، النتيجه ان انت تشوف اتنين كبار في عمل واحد. دي حاجه احنا بقالنا كتير مفتقدينها من زمان، بيعملها دايما في افلامه وبيعملها دايما في اغانيه. فده مش اول تعاون ما بين تامر وبين اي مطرب. تامر من زمان وهو عنده فكره الدي ودي مشروع متركز عليها وفعلا التعب عليها، من حيث المزيكا والكلمات، الالحان، تصوير الفيديو كليب، طريقه اللبس ان هم لابسين زي بعض. دي فكره تامر حسني اكيد شفتها في كليبات ليه قبل كده كتير، كان برضه هو المخرج بتاعها، هو ليه نظره معينه في الاخراج. كان فيه هيرموني فظيع، الاغنيه قامت في الثاني والاخير قوه. انا ما كنتش متخيل ان انا اسمع اغنيه من افضل اغاني الدراما السنه دي، هتعيش هتقعد كتير، كل الناس هتسمعها في الشارع والناس هتتكلم عنها وهتشتغل في كل حته. حاجه زي كده كمان تفرحنا جدا ان احنا بقالنا كتير قوي مفتقدين الموضوع ده، ان احنا نشوف اتنين مع بعض كبار زي دول عمل واحد. اكيد كمستمعين هنبقى مستفيدين بيها اكتر منهم هم كمطربين، يعني هم كمطربين هتضيف لهم في تاريخهم وهتبقى علامه. حتى في الكواليس لو تلاحظوا في روح حلو ما بين رامي صبري وتامر حسني، ودي شفته كتير ما بينهم مع بعض. الجيتار كنت معجب بيه جدا في الاغنيه، بجد شويه جيتار ممتازين اتعملوا في الاغنيه، في التوزيع هو والكلمات. الالحان برضو شداني طول الاغنيه وحفظتها بسهوله، يعني انت بتيجي تسمع مره الاغنيه بتجرك تاني. طبعا هي اذواق، كل واحد فينا ليه ذوقه، والمزيكا اصلا اذواق، ان انت تحب مطرب تختلف عليه، ما تحبش حاجه معينه تحبها. ففي الاول وفي الاخر كل واحد فينا ليه رايه وليه ذوقه. انا عندي هنا بحترم راي كل الناس، وانا دايما بكون مبسوط برد فعلكم في كومنت على اليوتيوب، وعرفوا رايكم ايه، وقولوا لي الاغنيه والفيديو كليب عجبوكم ولا ما كانوش قد كده. استنى رايكم تحت في الكومنتات. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت استفدتوا بتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير لكل اصحابك على قد ما تقدر. ما تنساش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.